بداية مراحل التطور بالمغرب. واش عارفين موضوع النفق اللي غادي يربط المغرب بأوروبا واللي غادي تكون البداية ديالو من ساحل مالابا طنجة نحو ساحل جبل طارق؟ خليكم معايا نشوفوا الظواهر والأحداث اللي خلات الأنظار الأوروبية تتجه لإفريقيا وخصوصا المغرب. المشروع ديال النفق اللي غادي يربط المغرب بأوروبا، المشروع اللي تطرح سنة 1987 واللي بقى معلق قيد التنفيذ، واليوم كاينه تطورات جديدة ومحادثات ما بين المغرب وإسبانيا حول الموضوع، حيث أصبح من الضروري إنشاء هذا النفق اللي هادي يربطنا بأوروبا. وأجيو دابا نعرفوا علاش من الضروري إنشاء هذا النفق، حيث المغرب الحاضر ماشي هو المغرب الماضي. في ظل النجاحات اللي مر بها المغرب والبدايات ديالها كتبدا مع المنتخب الوطني والنجاحات اللي حقق في كأس العالم قطر اللي جات من بعدها تنظيم كأس إفريقيا وتنظيم كذلك كأس العالم 2030. وحدث آخر اللي قليل فينا كنردلو البال اللي هو اجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين اللي تقع في مدينة مراكش. واش عارفين شكون الأطر اللي كانت حاضرة فيه؟ بحيث حضروا فيه الأباطرة اللي محكمين في الاقتصاد ديال العالم، وكان تنظيم فوق المستوى واللي أكد لهم جاهزية المغرب في جميع الميادين وعجبهم الحال بزاف في المغرب. وهاد الأحداث المتتالية خلات نظرة العالم تبدل على المغرب، بحيث ولات كلمته مسموعة في جميع الميادين. ونرجعوا للنفق اللي غادي يربطنا بأوروبا، بحيث كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة في المشروع واللي غادي يتم تنفيذه عبر إنشاء نفق يمر تحت مياه مضيق جبل طارق. وبدات الشركة الوطنية للدراسات مضيق جبل طارق في إجراء اختبارات تقنية وجيولوجية، وأظهرت النتائج أنه يجب أن يكون طول النفق على الأقل 14 كيلومتر وعمقه 900 متر لربط الضفتين بأسرع طريق ممكن. وتعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى الجهود والنية الصادقة للمضي قدما في تنفيذ المشروع، بحيث تلقت الشركة المخصصة لإنشاء هذا النفق 750 ألف يورو دعما من أوروبا لإعداد دراسة جيدة بالتعاون مع شركة ألمانية المتخصصة في إعداد دراسات المتعلقة بالأنفاق البحرية. وفي الختام كنشوفوا المغرب أنه ماشي بواحد النهج صحيح، وأنه من هنا 2030 غنشوفوا مغرب جديد، مغرب آخر من حيث الاقتصاد والرياضة والبنية التحتية.